وأرض أفغانستان أيضا الحمد لله في ميدان العلم قد اشتهرت، لكن نحن كنا مشغولين هنا بالجهاد. إمام أبو داود السجستاني رحمه الله هو من صحاح 6 من أفغانستان من ولاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى أفغانستان الميمونة ونشكر بمجيئتكم. علماءنا الكرام، أنا أقول كلمتين. تقريبا قبل 50 سنوات جاء من عالم الإسلامي كما جئتم اليوم، وكان في رأس هذه الوفد من كبار العلماء العالم الإسلامي، منهم من أشهر العلماء في هذه الوفد علامة أبو الحسن علي الندوي. وكان في هذا الوفد يعني الذي جاء إلى أفغانستان قبل 50 سنة، منهم من كبار العلماء لمملكة السعودية العربية ومن أكثر ممالك الإسلامية. فلما يجي إلى كابول وإلى 6 ممالك في هذه الخطة، وقد ألف أبو الحسن علي الندوي رحمه الله كتابا وسماها من نهر كابول إلى نهر يرموك. تفحصوا هذا الكتاب يا شيوخنا الكرام. فلما يجي إلى أفغانستان فيعنون عنوانا مناسب لكتابه. لما يجي يعني هذا السفر إلى 6 ممالك لهذه الخطة، سفر أول من السعودية إلى أفغانستان، فيسمي هذه المنطقة بأرض الغزاة والفاتحين. الحمد لله، هذا لقب لنا من كبار علماء العالم الإسلامي قبل 50 سنة. هذا الكتاب باللغة العربية من نهر كابول إلى نهر يرموك. فقد يسمي هذا الكتاب عنوانه الأول أرض الغزاة والفاتحين. الحمد لله، ونشكر الله على أنعم علينا في كل زمن، يعني أرض أفغانستان وشعب أفغانستان أرض غزاة. يعني بهذا اللقب قد أنعمنا الله عليه ونشكره. هذا هو كلمة واحدة، هذا هي مشهورة لكل العالم. نحن ما نقول بهذا، يقول بهذا علامة إمام شمس الدين الذهبي التركماني الشافعي في كتابه المسمى بسير أعلام النبلاء. يعني الشعب الأفغاني يذهبون إلى الهند 3 مرات ويفتحون هذه البلاد. الحمد لله والمنة، جاءت إلى أفغانستان إسلام في زمن عبد الرحمن بن سمورة رضي الله عنه، كما قال أبو داود السجستاني رحمه الله في صلاة الخوف. كما عرفتم أن أبو داود رحمه الله قد بحث في في مسألة صلاة الخوف، وقد أطال هذه المسألة في كتب صحاح 6، ما أطال كما أطال أبو داود رحمه الله. ويذكر هناك كابول، ويقول عبد الرحمن بن سمورة: نحن صلينا صلاة الخوف بكابول. الحمد لله، نحن نفتخر به أن كابول قد ذكر في صحاح 6. وأقول فلا أطيل كلامي وأقول الكلمة أخرى. كابول أيضا في ميدان العلم، كما سمعتم الدكاترة والشيوخ أن نافع مولى لابن عمر كان من كابول، ومكحول الشامي الكابلي كان من أساتذة كل صحاح 6. كما سمعتم أن إمام البخاري وإمام مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم ينقلون ويروون عن مكحول الشامي وعن نافع لمولى ابن عمر هما من كابول. وأقول فلا أطيل كلامي وأقول الكلمة أخرى. كابول أيضا في ميدان العلم، كما سمعتم الدكاترة والشيوخ أن نافع مولى لابن عمر كان من كابول، ومكحول الشامي الكابلي
كان من أساتذة كل صحاح 6. كما سمعتم أن إمام البخاري وإمام مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم ينقلون ويروون عن مكحول الشامي وعن نافع لمولى بن عمر هما من كابل، كما يقوله إمام الذهبي في تاريخه المشهور بالتاريخ الإسلام من أكبر التواريخ العالم الإسلام. وأرض أفغانستان أيضا الحمد لله في ميدان العلم قد اشتهرت، لكن نحن كنا مشغولين هنا بالجهاد. أفغانستان الحمد لله في العالم الإسلامي أول من شرح البخاري هو من أفغانستان الحمد لله، كما قاله علامة بدر الدين الزركشي الشافعي رحمه الله في كتابه المسمى بالكواكب الدراري في الترجمة لإمام البخاري باللغة العربية. تعرفون الزركشي من أشهر علماء العالم الإسلام، فيقول في كتابه أول من شرح البخاري وإمام الخطابي الحمد لله هو من ولاية جنوبي أفغانستان هلمند. هلمند هو مقبرة في هذه 20 سنة للكفار.